أهلا يا أصدقائي. السلام عليكم. مرحبا بكم في الحلقة رقم 14 من سلسلة إحصائيات وأرقام لاعبين النادي الأهلي. نخش في الحلقة. النهاردة معانا لاعب لسه جديد في النادي الأهلي، لسه ما كملش يعني. لاعب قوي بدنيا وعنده سرعة وعنده انضباط تكتيكي، ناقصه بس شوية حاجات تتظبط. بيقدر ينفذ تعليمات المدرب سواء دفاعيا أو هجوميا. لاعب عنده شخصية، لاعب كان من حظه إن تاني مباراة يلعبها مع النادي الأهلي هي مباراة ديربي قدام الزمالك. فتخيل أنت جاي تاني مباراة ليك تلاقي نفسك بتلعب مباراة قمة قدام الزمالك. نزل قدام الزمالك قدم مباراة ممتازة في مكان غير مكانه. هو المفروض باك رايت، لكن بيلعب باك شمال ماشي، بيلعب مدافع ماشي، لكن أحسن حتة ليه من وجهة نظرنا يعني هو الدفاع. اللاعب ده هو خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح من ناشئين نادي سموحة السكندري. تم تصعيده في 2019 وقدم معاهم مستوى ممتاز، وانتقل للاهلي في يناير 2023 على سبيل الاعاره مع وجود بند يحق للاهلي انه يشتريه مقابل 10 مليون جنيه. ده في حاله ان لو قدم نفسه بمستوى كويس مع النادي الاهلي، وده فعلا اللي حصل في الكام مباراه اللي لعبهم خالد عبد الفتاح وشفنا فيه. خالد عبد الفتاح من مواليد القاهره 22 1 1999، عنده 24 سنه. خالد عبد الفتاح ما لعبش مع الاهلي كتير. خالد عبد الفتاح مجموع المباريات اللي لعبها مع الاهلي 27 مباراه. هو صنع هدف واحد، وللاسف الهدف الوحيد اللي سجله كان في مرماه في مباراه حرس الحدود في الدوري. لكن ده ما يمنعش انه لاعب حلو ومفيد في الدفاع، تقدر تستفيد منه في الدفاع. نقسم المباريات. خالد عبد الفتاح لعب مع الاهلي في الدوري 14 مباراه، وفي افريقيا 6 مباريات، ومباراه واحده في كاس العالم، ومباراه في كاس السوبر المصري، وخمس مباريات في كاس مصر. البطولات: خالد عبد الفتاح حصل مع النادي الاهلي على 4 بطولات، هي دوري وكاس وسوبر وافريقيا. يبان لك ان خالد عبد الفتاح يعني ارقامه مش اللي هي، لكن دي عدد المباريات، وللاسف هو حاليا مصاب. لكن خالد عبد الفتاح من اللعيبه الممتازين، الهادي، افتكاكه واستخلاصه للكرات وافساده لهجمات الخصم شيء كويس جدا. لو هتتابع احصائياته في المباريات اللي انت هتشوفه بيلعبها هتلاقي احصائياته كويسه جدا. لاعب صعب انك ترقصه. ده غير ان احنا قلنا ان هو ينفع يلعب في كذا مكان غير مكانه، باك شمال، باك يمين، مدافع، لكن الاحسن طبعا مدافع. لعيب ناشف في الالتحامات وبيفيد. لو هو يلعب في الباك ناقصه شويه تظبيطات بس في العرضيات والحاجات دي. لاعب اثبت شخصيته، سرعه وهدوء ومهاره، لاعب ممكن يفيد النادي في كذا مكان، لاعب مجتهد، ربنا يرجعه بالسلامه. ان شاء الله بالتوفيق يا خالد مع الاهلي، وان شاء الله ترجع بالف سلامه وتقدم مستويات ممتازه مع النادي الاهلي. واخيرا وصلنا لنهايه الحلقه. لو عجبتك الحلقه ما تبخلش علينا بلايك وشير، وتوقع مين هيكون نجم الحلقه الجايه، واشوفكم على خير الحلقه الجايه. سلام.